لو عندك كوبايه شعريه وعايزه تعملي حاجه حلوه للاولاد تدفيهم في الساعه دي، تعالي اقولك نعمل ايه. هنجيب شويه ميه كده ونسلق فيهم كوبايه الشعريه بتاعتنا، هنقلبها كويس وهنسيب الشعريه دي تتسلق معانا خالص وتشرب كل الميه اللي موجوده في الحله بتاعتنا. المكونات بتاعتنا بقى معايا كيلو من اللبن، كوبايه من السكر، كوبايه من الشعريه، و3 معالق من النشا، 3 معالق من اللبن البودر ده اختياري، معايا معلقه كبيره من السمنه وكيسين من الفانيليا. هنا بقى جينا على النار، خلاص الشعريه بتاعتنا استوت خالص معانا. هنا هبدا احط عليها الكيلو اللبن وهقلب كويس الشعريه مع اللبن. هنزل ب3 معالق من اللبن البودر، وقلنا ده اختياري يعني موجود تمام، مش موجود مفيش مشكله، هو بيعزز بس الطعم شويه. هنزل بكوبايه من السكر، عايزه تقللي او تزودي على حسب انتي بتحبي الحاجه مسكره او لا. وكمان هنزل النشا، ده طبعا مهم جدا، هو اللي هيربط معانا الحلو بتاعنا. طبعا انتوا عرفتوا احنا بنعمل ايه صح؟ احنا بنعمل العزازيه بس بنعملها بالشعريه بدل المكرونه بقى، بدل ما نسلقها ونضربها في الخلاط الشعريه هتوفر معانا كتير. حطيت كيسين الفانيليا ومعلقه السمنه، هتديها طعم حلو جدا، وهفضل اقلب لحد ما النشا تربط معايا وقوام العزازيه يتقل معانا ويبقى كويس جدا كده. تمام، العزازيه بتاعتنا تقلت اهي خالص، والسمنه بدات تدوب معانا برضو. متنسوش بقى يا حبايبي تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد انزله. كده خلاص العزازيه بتاعتنا بقت جاهزه معانا، القوام تقل ولسه هيتقل اكتر لما نحطه في الفرن. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا وهدلق فيها الحلو بتاعنا. طبعا الكميه اللي انا عملتها دي عملت لي صينيتين حلوين جدا، وهسيح معلقه من السمنه وهحطهم على وش الحلو بتاعنا علشان يدي لون حلو كده، هتشوفوه دلوقتي حلو جدا. هحطهم بقى في الفرن وبعدين هشغل عليهم الشوايه علشان ياخدوا اللون الحلو ده. شايفين حلوه ازاي؟ بصوا مش عايزه اقول لكم من حلاوتها اتاكلت وهي سخنه. المفروض اصلا يعني بتسيبيها تبرد عشان تعرفي تقطعيها قطع كده، بس مش عايزه اقول لكم الصينيه دي فعلا اتاكلت وهي سخنه من حلاوتها. سبت بقى دي تبرد خالص عشان اقطعها لكم واوريكم ان هي ممكن تتقطع قطع عادي جدا، وطلعتها. بصوا يعني حلوه جدا بجد، قوام متماسك وطعم خطير، ويعني والريحه كانت قلب البيت فعلا. جربوها هتعجبكم ان شاء الله، حلو لذيذ كده وسهل وبسيط ويتعمل في اقل من 5 دقايق. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش بقى يا حبايبي تعملوا